العنوان يتطلب تحليلا عميقا ويحتاج إلى وقت، ولا يجوز أن نستعجل، ولكن المقدمة تعطي روح النص الأساسي وتوفر فيها مبدئيا للعناوين الرئيسية. وبناء على هذا المخطط يمكن لرفاقنا تحليل عملية المؤتمر، لأن العمل بأكمله قد يستغرق شهرا، وهذا قد يؤخر المسار ويحدث صعوبات. الوعي بالوجود والاختلاف لدى الكرد. أريد أن أبدأ بهذا الموضوع. تذكروا ذاك السؤال الشهير: هل للكرد وجود أم لا؟ ولو وجدوا ما مدى وجودهم؟ والأهم من ذلك، ما علاقة الوجود بالحرية؟ وإلى أي مدى يدعمان بعضهما البعض؟ إن حزب العمال الكردستاني PKK حركة لإثبات الوجود الكردي وفتح باب الحرية، ولكن الحرية الكاملة لم تتحقق بعد. تعبر عما أقول بعض الشيء، لهذا نلقي نظرة إلى الماضي القريب. كيف نفسر كلمات الشيخ سعيد والشيخ رضا في كلماتهم الأخيرة على منصة الإعلام؟ يمكنني أن أستفيض هنا إنها يعبران عن نهاية الكردياتية التقليدية، كما إنهما تركا لنا إرثا. ماذا كانت الكلمات؟ كنت قد وعدت بوليمة تقيمها فيها الذبائح، فماذا حدث؟